رجاء خاص للجميع يلتزم بها لتكون أيضا ورشة مفيدة لكم ولطيفة وخفيفة. 1. أثناء الورشة ممنوع استخدام الجوال. في لدينا 4 مصورات متخصصات من الفريق هم مسؤولين عن التصوير الكامل للورشة. طبعا راح يتم بعدها نشر الصور المقاطع في حسابات الفريق، وراح نرسلها أيضا لكم في نفس جروب الدورة. تمام؟ كل التغطية كل التصوير راح تشوفوها لاحقا بعد يوم يومين إن شاء الله في نفس جروب الدورة. السوالف الجانبية خواتي نحاول نتركها قدر الإمكان قدر الإمكان. تشتت المدربة طبعا، سوالفكم لا سمح الله أحد يعني يكلم صاحبته جنب على الكرسي، نحاول نتركها. طبعا المدربة إن شاء الله راح تعطي مجال للنقاش، راح تفتح بعدها بالختام لكم أيضا السؤال وجواب، اللي عنده أي سؤال بعدها يستفسر من المدربة ما راح تقصر معاكم في ختام الورشة. هذا تقريبا التعليمات الأساسية. ممنوع استخدام. معاكم مدربة خولة إبراهيم. يسعدني ويشرفني إني أقدم لكم الدورة من أجل الاستفادة والتعلم. أحب أشكر كل شخص فيكم قدر يحضر الدورة من أجل الاستفادة والتعلم. هم أحب أشكر الناس اللي ما قدرت تحضر الدورة وإن شاء الله يحالفها الحظ بالأيام الجاية. اليوم أنا كمدربة راح أعلمكم النقاط الأساسية لكل مبتدئ بالتصوير. الكثير منا مصور ولكن القليل منا مبتدئ. أساسيات التصوير. ولكن قبل لا أدخل معاكم في العمق حابة إني أسولف لكم سالفة صغيرة. كثير من البنات لما ينزل آيفون جديد تكون متسارعة في اتخاذات قراراتها حول الأجهزة. لو لاحظنا إنه شركة أبل قبل فترة بسيطة نزل معاها آيفون 16. آيفون 16. بدأت شركة أبل بين كل فترة وفترة تنزل لنا جهاز جديد، وهنا يبدأ في تفكيرنا إنه أكيد مميزات الجهاز الجديد أفضل من مميزات الجهاز اللي نستخدمه بشكل دائم. ممكن في مميزات تختلف عن الأخرى، مثلا من حيث المساحة، من حيث المعالج، من حيث العمق الشاشة نفسها، من حيث البطارية. ولكن لو لاحظنا إنه الكاميرا ما تختلف بشيء، أكيد يجي في بالنا إنه يكون تركيزنا لما نشتري الجوال يكون في بالنا أكيد الكاميرا الجوال الجديد أفضل من الجوال اللي إحنا نستخدمه. إيه تمام. ولكن هذا الشيء اللي يريحنا إنه الكاميرا ما تختلف معانا بشيء، لكن ممكن في ميزات مثل ما خبرتكم تختلف ميزات بسيطة. اليوم أنا راح أبدأ معاكم من الصفر ونتعلم شنو أساسيات التصوير. من أساسيات التصوير اللي راح نقدمها في ورشة الجوال مثل شنو أساسيات التصوير. تتكون أساسيات التصوير إلى 6 أشياء، مثل العدسة، الإضاءة، التكوين، الزوايا، توزيع الإضاءة، أخطاء التصوير. اليوم راح نركز على العدسة. العدسة شنو أول شيء؟ سؤال موجه لكم، شنو أول شيء أسويه لما أبدأ إني أصور؟ صح، أقوم بتنظيف العدسة. تنظيف العدسة شيء مهم. قبل لا أبدأ التصوير أقوم بتنظيف العدسة. تخيلوا معي تركت جوالي على سطح طاولة والطاولة فيها غبار، وجيت على طول بدأت أبي أصور. شنو لما راح نفتح الكاميرا ونبدأ نصور شنو راح نشوف؟ إيه؟ فضروري من أهم الأشياء قبل لا أبدأ إني أصور أقوم بتنظيف العدسة. أقوم بتنظيف العدسة بقطعة قماش ناعمة. يعني شفتوا حقة النظارة؟ إيه؟ أبدأ أنظف العدسة. تمام. نتطرق إلى راح رجعي بس البداية. العدسة تمام. احنا قلنا عرفنا ان لازم نكون يعني منظفين العدسة، وبعدها شنو راح نسوي بعد ما قمنا بتنظيف العدسة؟ تضبيط الاعدادات. لازم احرص على ضبط الاعدادات للايفون. لو لاحظنا ان لما نشتري جوال جديد ما تكون الاعدادات ضابطة نفس اللي افضل جودة،
أكيد في أخطاء في الإعدادات، إحنا ندوم نصور بس إنه نقول نحط الملامح إنه أكيد الجوال تصويره مش حلو. طيب ليه مو حلو؟ يمكن حلو بس أنت مش مضبطة الإعدادات بشكل صح، فلازم نحرص على ضبط الإعدادات. وأنا إن شاء الله راح أعلمكم الآن كيف نضبط الإعدادات. ندخل على الكاميرا، تمام؟ دخلنا على الكاميرا، شنو راح طلع معنا؟ تسجيل الفيديو، تسجيل الحركة البطيئة، تسجيل الصوت. تسجيل الفيديو دائما أفضل اختيار لتسجيل الفيديو. مثلا لما نشتري جسم إطار ثاني، هذا أفضل اختيار لتسجيل الحركة البطيئة. تمام؟ تسجيل الصوت راح يطلع لك خيارين لتسجيل الصوت اللي هو ستيريو أو أحادي. أفضل اختيار راح أختاره اللي هو ستيريو. تمام؟ وهذه راح تكون مثل كيف؟ هنا راح نشيك على باقي الخيارات، نختار مسح ضوئي للرموز QR. الآن ضبطنا معاكم الإعدادات اللي هنا شنو؟ مسح ضوئي راح نفتح عليه. إظهار النص المكتشف هم راح نفعل خياره. المربعات، هذه المربعات أنا مع الناس اللي توها مبتدئة. كيف يعني مبتدئة؟ يعني ما تكون عارفة اللي هو التكوين. دائما المربعات أفضل خيار في إني أفعل الخيار هذا لكل مبتدئ. اللي تحس نفسها عارفة التكوين فلا تفعل الخيار، أما اللي تحس نفسها مش عارفة ضروري إن تقوم بتفعيل خيار المربعات. المستوى لازم نفعل خيار المستوى. محاكاة الكاميرا الأمامية نفعلها. عرض خارج الإطار نفعله. إعطاء الأولوية هذا مهم جدا إني أفعله. ليش؟ لأن تعديل ذكي لجودة الصورة عند الضغط على القالب والصوت. يعني هو من نفسه راح يكون يعطيك صورة هم مرتبة. تمام؟ تصحيح العدسة ضروري إني أفعل تصحيح العدسة. عناصر التحكم في الماكرو هم أفعل هذا الخيار. هذه أفضل الإعدادات. بينما الأخت سألت شنو أفضل خيار في التصوير السينمائي. راح أتكلم معاكم في التصوير السينمائي والتصوير اللي هو العادي. التصوير السينمائي أفضل ميزة اخترعتها وهي التصوير يعطيني جودة أحلى بكثير من التصوير العادي. تخيلوا معاي في فيلم، تمام؟ الفيلم هذا يحتوي على أكشن، والفيلم العادي يحتوي على شيء عادي. يعني شنو راح يجذب المشاهدين؟ تخيلوا معاي في فيلم يحتوي على تصوير سينمائي، وفي فيلم يحتوي على تصوير عادي. التصوير السينمائي شنو راح يجذب؟ راح يجذب المشاهدين. أكيد معاكم إلى الإضاءة. الإضاءة، ما المقصود بالإضاءة؟ الإضاءة مقصود بها التنوير. التنوير راح يكون تركيزنا كله على الإضاءة. ليش مهمة الإضاءة؟ الإضاءة مهمة تأتي بعد اللي هو تنظيف العدسة. لأن ليش؟ أنا راح أبدأ بالتصوير، صح ولا لا؟ فلازم أحتاج إضاءة. الإضاءة تتطرق الإضاءة إلى شيئين: إضاءة طبيعية وإضاءة غير طبيعية. الإضاءة الطبيعية المقصود بها وهي التي تأتي من الشمس أو السماء، هذه إضاءة طبيعية. تمام؟ أما الإضاءة الغير طبيعية هي التي تأتي من المصابيح أو إضاءة مثل كذا فلاشات أو أي شيء إضاءة تحتوي غير طبيعية. تمام؟ من أبرز مزايا الإضاءة، الإضاءة دائما لها مجالات متوسعة في شلون تخدمني بشكل أكبر. لو لاحظنا أن الإضاءة فيها عندي مزايا كثير. مثلا الآن شوفوا معي، هذا
فوقي إضاءة، تمام؟ أنا واقفة وين؟ باتجاه الإضاءة. الإضاءة تأتي من أين؟ من أعلى، صح؟ فوين راح ننتقل؟ وين أنا راح أبدأ أصور؟ مثلا قلت لها صوريني، وين راح تبدأ؟ راح تبدأ بالتصوير من الأسفل، لأن إيش؟ الإضاءة مركزة علي فوق، فوين نبدأ تصويرها؟ إلى الأسفل. أما إذا كانت الإضاءة إلى الأسفل وين بيكون تصويري؟ راح يكون لا جانبي. منو اللي قال؟ اللي هنا، ممتازة. راح يكون تصويري إلى الجانب. ليش؟ لأنه من أسفل، تمام؟ مثل ما قلنا اللي هي الإضاءة فوق جاية من الأعلى، فبتكون من الأسفل اللي هي التصوير. أما إذا كانت من الأسفل فراح تكون الإضاءة جانبية. أما إذا كانت الإضاءة جانبية فوين راح تكون؟ إلى الأعلى. ممتازة. وين اللي قالت؟ ممتازة. بتكون إلى الأعلى. أما إذا كانت الإضاءة بالخلف وين راح تكون التصوير؟ لا قصدي إذا كانت الإضاءة جانبية، يعني تخيلوا معي أنا واقفة هنا في إضاءة، ما في الإضاءة، وين راح تكون؟ إلى الجانب. ممتاز. إذا كانت الإضاءة إلى الخلف وين راح تكون؟ ممتازة. اللي هنا واللي هنا تكون إلى الخلف. لو لاحظنا الحين أنا بديت أصور، طيب قلت لها قومي صوريني أنت الحين، طيب من خلف. شوفوا الإضاءة الحين فوقي، تخيلوا معاي إن الإضاءة خلفي. الحين أنا وين؟ هذه الإضاءة أنا راح أنتهي فيها، يعني أنا بكون هنا. تخيلوا معاي إن هذه الإضاءة خلفي، بتكون هي راح تصورني. والحين راح نشوف الصورة معاكم. تشوفون الصورة؟ شوفوا معاي الصورة هنا واضحة صح ولا؟ شوفوا اللي هنا، لازم نعرف شنو أبرز اللي هي الإضاءة. لازم نعرف كيف نتقن الإضاءة. فمثل ما خبرتكم، يا أما تكون جانبية، يا أما تكون بالأعلى، يا أما تكون بالأسفل، يا أما تكون خلف. هذه أبرز الإضاءة. عندنا نوعين من الإضاءة، أنواع الإضاءة 2. أما تكون إضاءة بيضاء أو تكون إضاءة صفراء. شنو أفضل شيء أستخدمه في التصوير؟ غلط، البيضاء. ليش؟ لأنها تعطيني نقاوة، تعطيني تنوير أفضل من الإضاءة الصفراء. تخيلوا معي أن المصورين كلهم مرة طلعتوا زواج وشفتي المصورة تصور بإضاءة صفراء؟ لا، أكيد بيضاء. ليش؟ عشان تعطيها تنوير أكثر، تصوير أحلى، أدق من أيوة ممتازة. اللي هنا تعطي الإضاءة الصفراء تشبع أكثر. يعني تخيلي بالتعديل لما أنا أبدأ أعدل على الصورة شنو راح تكون الإضاءة؟ متشبعة. هل أنا بقدر أتحكم فيها كثير؟ هل أنا بقدر أشكلها كثير؟ لا. فأفضل إضاءة هي الإضاءة البيضاء. تعرفني في إني أطلع بصورة حلوة. طيب تخيلوا معي هذه الساعة وهذه القهوة. طيب هذه أفضل قاعدة راح تتعلموها، اللي هي كيف نصور بحدود الساعة. طيب تخيلوا معي كوب القهوة وين؟ بوسط الساعة، تمام؟ حطيت كوب القهوة هنا وبديت أوزع إضاءتي. هنا مثلا هنا عواكس، تحت عواكس، وهنا إضاءتي. وين تبدأ الإضاءة؟ تبدأ من الساعة كم؟ وين اللي قالت 9؟
ممتازة. تبدأ من الساعة 9 وتنتهي كم الساعة؟ ممتازة. 9 و3. تخيلوا معي ان حطيت الكوب هنا وبديت اوزع اضاءتي. هنا عواكس تحت، بيكون هنا اسود، وبيكون هنا اللي هو تنوير. من هنا يبدأ من الساعة 9 وتنتهي بالساعة 3. شفتوا شلون؟ كيف؟ فهذه أفضل قاعدة لازم تمشوا عليها، اللي هي قاعدة الساعة. طيب تخيلي معاي، وين اللي قاعد تعيديها؟ تخيلي معاي كوب القهوة موجود بنص الساعة. طيب هنا وين راح تبدأ إضاءتي؟ وين تكون راح موزعة؟ تكون من الساعة 9. شوف الإضاءة وين؟ إضاءتي هنا بادي، بدت من الساعة 9 وانتهت بالساعة 3. شفتي كيف؟ هذه أبرز ميزة راح نستخدمها في توزيع الإضاءة. طيب راح أوريكم فيديو. شوفوا الفيديو. هيدي مرة ثانية. حطينا الإضاءة بالجانب، بديت من الجانب. طيب مثل ما وضح لكم في الفيديو انه يكون هنا هو موجود، وهنا في إضاءات موزعة حوله. فهذا أفضل ميزة في إني أوزع إضاءتي بشكل أفضل. قلت لكم هذا اللي أنواع الإضاءة 2، يا أبيض يا أصفر، بس أفضل إضاءة نستخدمها اللي هي الإضاءة البيضاء. نجي للتكوين. التكوين في تعريف له. ما المقصود بالتكوين؟ التكوين هو فن ترتيب العناصر المرئية داخل إطار لإنشاء صورة جذابة. قبل ما فعلنا خيارات الإعدادات، وين لاحظنا؟ وين وقفت على أي خيار؟ المربعات. وين؟ كافو. المربعات. وقفت عند خيار المربعات. ليش أقول لكم التكوين جدا مهم جدا لكل مبتدئ، لكل شخص يبي يبدأ من الصفر. كيف تبدأين من الصفر؟ تبدأين من خلال التكوين. التكوين عشان يعطيني صورة مثل ما خبرتكم جذابة وتكون في إطار واحد. يعني تخيلوا معاي، تخيلوا معاي هذه البنت واقفة هنا، بديت حطيت عليها، فعلت خيار المربعات بالجوال عشان أبدأ أركز على الإضاءة، وأركز إذا كان في شيء خلفية خلف البنت، وأبدأ من وين راح أبدأ أخذ لها الصورة المضبوطة. فوين بدأت؟ بدأت من هنا. شوفوا الدائرة هنا اللي هي من العين، وبدأت من هنا من تحت شوي، وبدأت من طلعت لي من نص الوجه. شفتوا وجهها؟ هذا من النص. حددت لي فوق اللي هو كامل الوجه من هنا فوق. راح أعلمكم شنو أهم قواعد التكوين. التكوين خليه موجود. هي عبارة عن وجود خطوط أو عدة خطوط نتيجة نظر المشاهد، ودائما تكون الخطوط بشكل مستقيمة. شفتوا كيف تكون الخطوط؟ تكون بشكل مستقيمة من خلال. طيب أهم قواعد التكوين: التوازن البصري. التوازن البصري من أهم قواعدها اللي هي البساطة. راح أعلمكم قبل لا نعرف هذه الأشياء. تتكون التكوين إلى 3 أشياء اللي هي التوازن البصري والبساطة والعمق. التوازن البصري اللي هي صور متوازنة، مثل شوفوا هذه جالسة هنا بالوسط، هذا أقدر أقول عنه تكوين. لا ليش؟ لأنه طلعت لي بصورة متكاملة، استوحت على البنت من خلف
وطلعت لي صور الأشجار الموجودة هنا، لاحظتوا من تحت ومن فوق. هذه أقدر أقول عنها صورة متوازنة. الصورة الغير متوازنة اللي هي مثل صور اللي هي مش موزونة، يعني هذه صورة الموديل، هذه طبعا معدلة عليها ضبطة فيها، ولكن أحس أنا مش التعديل اللي مرة، أحس في احتياج بسيط. تمام. الحين هذه شوفوا معاي هنا الميك اب وينه مخفي. طيب اللي هنا هل بارز معاي؟ مش بارز مرة، شوفوا لأنها مكثرة لا سطوع، فأنا وش ركزت؟ خفيت كل شيء. وش بان عندي؟ الروج. فايش أسوي؟ إني أخلي الإضاءة مثل ما هي طبيعية، ولكن أنا بسوي لها دقة بارزة. طيب فالتباين إيش؟ إني بخليها متباينة. شوفوا معاي كيف؟ ما تحسون في تباين ولا؟ في تباين، في فرق. شوفوا معاي هنا بان، مساعة إيش؟ ساطع ما يبان، فأنا نظرتي له إن هذا ما يبان. فإيش راح أسوي؟ إني أخلي مش باهت، أخليه متباين أكثر، يكون في كبر. طيب شوفوا معاي اللي هو الهايلايت شلون صاير هنا باين، صح ولا لا؟ وهنا إيش صاير؟ خفى لها اللي هو أيوة غيرت. لا ما يصلح. ليش؟ لأن الحين أنا قاعدة أعلمكم كيف الطريقة، صح ولا لا؟ أيوة أنا أبغاكم تكونون عارفين الشغلة، يعني ما تكون الصورة نفسها. أنا لازم إني أعرف أتحكم فيها، أعرف شلون أضبط إني أبين أكثر، أوضح لك أكثر. مو أيوة مثل ما قالت ما يكون مرة أنا ليش قاعدة أعلمكم فقط، إني ما أخليكم بالصورة عشان أنتوا تتعلمون، صح ولا لا؟ فأنا أبغى مصلحتكم إنكم تتعلمون شلون تضبطون على الصورة نفسها. طيب شوفوا معاي هنا إيش صارت الصورة باهتة. هل اللي هنا بالخدود بين؟ لا مش بان. فأنا أبغى يكون متباين، يعني يكون إن الشغل تبعها يكون واضح، صح ولا لا؟ كيف؟ شوفوا معاي هنا بان مساعة إيش مخفي. طيب شوفوا معاي هنا حاولت إني أرفع مستوى شوي من الإضاءة وأقدر أخفض الإضاءة. شوفوا معاي هنا إيش صار؟ هنا صار كأنه طبيعي. طيب مساعة في فرق لإيش؟ جودة الفيديو كان بشكل طبيعي وشكل محترف. فإيش المشكلة في إيش؟ في جودة التلفزيون تبع الجودة. تمام؟ مثل ما خبرتكم في أجهزة تخرب الدقة وفي أجهزة لا. الحين على السريع راح نكرم المدربة، راح تكرمها المنسقة آمنة العوفي والمنسقة نبا. تفضلوا لتكريم المدربة، أعطوها تحية. المصورات صوروا التكريم. طيب المصورات